هقول لك على فنيات لازم تراعيها وانت بتركب الاول الخشب الجزء التاني، وارجع شوف الفيديو اللي فات عشان اتكلمت على 6 حاجات مهمه جدا لازم تعرفها. اول حاجه الحلق عشان خاطر يتثبت كويس بيتثبت من 3 اتجاهات. راس الحلق بشحطه باسفين، وقلنا الاسفين دي قطع خشب بدقها كويس جدا في المسافه الفاضيه ما بين الحلق والعتب. تاني حاجه الكانات، ودي مهم جدا، كانتين على الاقل في اليمين وكانتين على الاقل في الشمال. وضافر الحلق اللي بينزل تحت منسوب التشطيب مسافه ما تقلش عن 5 سم، ولازم برده بيتشحط باسفين. لازم كمان تتاكد ان الحلق مظبوط مع الشرب بتاع المباني، وتتاكد ان هو محقق متر 20 من منسوب الباب، او شربه مطابق للشرب اللي موجود على الحيطان. تاكد انه محقق زوايا 90 درجه بالظبط في جميع الاركان عشان خاطر الضرفه بتاعتك تقفل وتفتح مظبوط. واهم نقطه رئيسيه قوام الحلق تكون ميزان ميه، بالذات مع محور الدوران اللي بيكون فيه المفصلات. روح كده عند اي باب كده وزقه زقه بسيطه، لو الباب فتح لوحده او قفل لوحده يبقى القايم بتاعك مش مظبوط. الباب لازم يفتح ويقفل بمزاجك انت مش بمزاجه، ولو وقفته في اي حته يقف ما يتحركش. ولازم لما تيجي تقفله يقفل على طول وبسهوله، وده اللي بنسميه التسكين، وده من غير ما الباب يلق او يحك في الحلقه او حتى يكون سايب خلوص ما بينه وما بين الارض. كل ده مرفوض تماما ولازم يتعدل. ودي شويه حاجات خلي بالك منها. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.